سلام البنات، مرحبا بكم عندي في قناتي قناة أم جنى ريتاج. اليوم راح نديرو مع بعضانا كما موضح في الصورة فلون باتيسري أو المعروف عنه فلون المقاهي. نعتذر على الصوت متاعي لأني شوية مريضة كما تعرفوا القريب، ربي يعافيكم منها. نروحوا المقادير مع بعضانا. عندي 125 جرام مارجرين تكون طرية بحرارة المطبخ، وعندي زوز مغارف زيت، وعندي كأس غير مملوء بتاع سكر ناعم أو ما يعادل 4 مغارف يكونوا بومبي معمرين. أول حاجة راح نضرب المارجرين تاعي مع السكر مليح حتى تولي على شكل بوماد. من بعد راح نضيف المغرف تاع الزيت وزوز بيضات يكونوا حتى هما بحرارة المطبخ، ومع غرفة كبيرة تاع لافاني، غرفة كبيرة تاع قهوة تكون معمرة لافاني. راح نخلطو كلش مع بعضاه، وراح نضيف طبعا بلا ما ننسى الرشة تاع الملح، تكون رشة خفيفة. نخلطو كلش مليح ونضيفو زوز مغارف معمرين تاع نشاء او مغرفة واحدة تكفي نورمال. كيما انا هنا مضاعفت المقادير، درت زوز مغارف تديري مغرف واحد. نضيف مغرفة معمرة تاع خميرة الحلويات، خميرة كيميائية. نبدو نلمو بالفرينة. ما راح نعطيك مقدار معين للفرينة، كيما ديري الباط صابلي عادي. نبقى نضيفو الفرينة حتى تتلم معنا العجينة نتاعنا. كيما تلاحظوا هاي العجينة نتاعي تاع الباط صابلي، وهذا المول تاعي اني قسمت العجينة، والباقي راح ندير بيه في المول الصغير لطرطولات صغار. راح نديرها معاكم وصفة اخرى في فيديو اخر. بعد ما ندير العجينة تاعي في المول تاع القزاز ونثقبها بالفرشيطة ونحطها في الثلاجة تبرد شوية، ونروحوا للكريمة او الحشو. هنا عندي زوز بيضات ورشة خفيفة تاع لافاني، وعندي رشة ملح ما نكثرش، تعديل الذوق لا اكثر. وراح نضيف كأس مملوء تاع سكر حبيبات او السكر العادي. نخلط كلش مع بعضاه حتى يذوب السكر نتاعي، تحس السكر كامل ذاب. وهنا عندي عطر الموز اللي هو مكون اساسي في الوصفة هذه، انا نعتبره مكون اساسي. لافاني وحدها راح تجيك صامتة. نفضل ذوق الموز، مغرفة معمرة تاع العرام تاع الموز. وهنا عندي كأس مملوء تاع نشاء، والحليب ديجا راهو قاعد يسخن، يوصل درجة الغليان ونحيه.
متخليش حتى يفيض. قبل ما يفيض تنحي الطاوة وتضيفي منه كمية وهو سخون كما هكا، ونخلطه. لازم تكوني سريعة في المرحلة هذه باه ما يطيبش البيض. راح نرجع كلش مع الحليب، راح نخلط نحطه على النار حتى تعقد الكريمة تاعي تعود بالشكل هذا. طبعا راح تستمري في التحريك حتى تعقد الكريمة نتاعك باه ما تديرش الكتل او دير الكعابر. نعدل السطح تاع الكريمة نتاعي. المنظر وحده هاو يشهي، ما بالك الرائحة تاع لافاني وعطر الموز تجي روعة ما شاء الله. حاول نعدل السطح تاعها بلا سباتيل، دخلها على للفرن طيب من تحت، بعد شعلي من الفوق تتحمر بالشكل هذا. هناني مسيتها دافية ماهيش سخونة. تدهني الوجه تاعها معجون المشماش ولا لاجولي اللي عندك. ومن بعد راح ندخلها للثلاجة تبرد مليح، اهم حاجة انها تبرد مليح. من بعد تقسمها. كما تلاحظوا البريق تاعها هنا راهي بردت تماما، حطيتها في الثلاجة ورايحة نقسمها معاكم. أتمنى تجربوها وأتمنى تنال رضاكم وتعجبكم الوصفة نتاعي. وانتظروني في فيديو جديد، راح ندير معكم فكرة جديدة بالفوندو تارت. نتمنى ما تبخلونيش من اللي جاي، وباي باي.